الحضارة المصرية القديمة. الحضارة المصرية القديمة هي أحد الحضارات النهرية اللي نشأت حوالين نهر النيل. زي ما قلنا الإنسان فهم إن المية دورها مهم جدا جدا، فبدأ يبحث عن مكان فيه مصدر مية. طب الإنسان المصري القديم كان أول ما وجد هنا؟ لا، أول ما وجد هنا. الجنس المصري أو الإنسان الأول إنسان سكن أرض مصر سكن في المنطقة دي، في الصحراء الغربية. المنطقة دي كانت عبارة عن بساتين وأنهار وغابات زي ما أنت عايز تقول. حصل بعد فترة من الزمن تغير مناخي زي اللي احنا فيه دلوقتي ده، اللي احنا حاسينه دلوقتي ده تغير مناخي. وارد جدا ننقرض ونختفي من تلك البقعة الأرضية ونظهر في مكان تاني بعد كده. اللي حصل بدأ يحصل تصحر، بدأت الأمطار تقل في المنطقة دي. ما كانش الإنسان لسه اكتشف الزراعة، لما الإنسان المصري كان عايش في المنطقة دي كان قبل أكتر من 10,000 أو 15,000 سنة قبل الميلاد. ما كانش لسه كون مستوطنات، كان الإنسان بيتنقل وبيعيش على الاتقاط والكلام ده كله. وكانت المنطقة مساعدة في ده، أنهار وبحيرات وغابات، وعندي حيوانات بالهبل وطيور وأسماك وكل اللي أنت عايزه. فخلاص فبيلتقط وعايش وتمام التمام. فجأة بدأت الأمطار تقل، بدأت البحيرات تجف، بدأت الأرض ما تطلعش زرع، بدأ الحيوانات تهجر المكان. طيب راحت فين الحيوانات؟ بدأ يتابعها من خلال الطيور ومن خلال خط سير الحيوانات. اكتشف ان الحيوانات كلها بتمشي في اتجاه الشرق، بتيجي في الاتجاه ده. النيل ما كانش موجود في الأول، النيل وجد بقى في المرحلة بتاعت التصحر دي. في الوقت اللي كانت الدنيا هناك بتنشف وبتجف والأمطار بتقل، كان عندنا هنا حاجة اسمها فالق في الأرض كده، شق كبير موجود في الأرض جاي من أول أفريقيا لحد عندنا، أو من وسط أفريقيا من أثيوبيا يعني لحد عندنا. فالق شق في الأرض كبير، بدأ بسبب تغيرات المناخ اللي بتحصل المنطقة عند أثيوبيا بدأت الأمطار تكتر فيها قوي. فبدأت تمتلئ بحيراتها بالمية. المية تروح فين؟ هناك عالي وعندنا واطي. المية نزلت في الشق، جريت في الشق، كونت نهر النيل. الإنسان لقى الطيور ماشية في اتجاه الشرق، والحيوانات، الطيور والحيوانات ربنا بيديها كده طبيعة معينة إن هي تعرف تدور على المية. الحيوانات الأرضية بتراقب الطيور، يعني الطير عشان بيقدر يطير مسافات كبيرة وبيقدر يستطلع من فوق، فهو أكتر حد يقدر يلاقي مية. عارفين قصة إسماعيل وهاجر؟ عرفوا منين قبيلة جرهم إن في حد هنا؟ من طير. وهم ماشيين في الصحراء شافوا طيور بتلف حوالين المنطقة، فقالوا إيه اللي يودي طيور تلف هناك إذا ما كانش فيه مية أصلا؟ المنطقة دي صحراء وجبل، إيه اللي يخلي كل مجموعة الطيور دي تلف فوق في السماء؟ اكيد في حاجه. فالناس قالوا لهم يا عم في حاجه منين؟ ده احنا بقالنا سنين رايحين جايين المنطقه دي صح، طب تعالوا نروح نشوف. راحوا لقوا هاجر وابنها اسماعيل والميه والنبع، او استاذنوا يعيشوا معاهم وهكذا. فبالتالي الطيور اول حاجه بتعرف مكان الميه. فالانسان بدا يراقب، لقى الهجرات جماعيه من الطيور بتروح في اتجاه الشرق. جه على اتجاه الشرق لقى نهر النيل. الله حلو قوي ده، تعالى نقعد جنبه. الله ده نهر النيل ده بيفيض والارض بتبقى طامي والارض حلوه وبتطلع نباتات. ده نهر النيل ده ليه دوره، الميه بتكتر وتقل، ولما تقل النباتات بتظهر. فبدا الانسان يراقب ويفكر، بدا يكتشف الزراعه. طب انا ممكن بقى اخد البذور دي وابدا اعملها انا، طب انا ممكن اخد انا واروي انا بدل ما هو يعمل. وبدا الانسان يكون المستوطنات الاولى حوالين نهر النيل، وبدات القرى الصغيره تكتر وتلتحم وتزيد لحد ما بدانا من جنوب مصر من الشلال السابع لحد الشمال. النيل ما كانش فرعين ولا زي ما كان شكله دلوقتي، النيل كان فروع كتيره جدا. لحد العصر الاغريقي كان في حوالي 7 فروع كبار، مش الحاجات الصغيره، لا، كان في 7 فروع كبار لحد العصر الاغريقي، لحد ما هيرودوت وغيرهم كتبوا عنه. بعد كل فتره من الفترات بيتم تهذيب المجرى. نهر النيل كان نهر ثائر وقوي وبيسيطر هو على البشر، عشان كده الانسان المصري قدسه واحترمه وحس ان هو سبب وجوده في الارض دي. ولو الميه دي خلصت او راحت انا كمان هروح، زي ما الميه اللي كانت عند اجدادي لما راحت ما قدروش يعيشوا وبقت صحراء، فلازم احافظ عليه ولازم اتعامل معاه. بدا يقوم مجرى النهر، وبدا يعيد حفره، وبدا يوجهه، وبدا يعمل فيه حاجات كتير جدا. المهم بدات تتكون الحضاره المصريه القديمه. هاكل واشرب وانام وازرع وخلاص واخلف وخلاص؟ لا طبعا، ده الانسان المصري فيلسوف جدا. هيبدا الانسان المصري يفكر في الميثولوجيا، الاسطوره اللي اوجدت هذا الكون.